بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أيها الأحباب في كل مكان، أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة في الحلقة رقم 72 في برنامج مع اللغة العربية. ويسعدني اليوم أن نخرج قليلا عما هو مألوف لنرحب بعدد من أحبابنا وأخواننا في المجلس الإريتري الأسترالي الجبرتي، بايتو جبرتي إريتراويان أب أستراليا. سيكون حديثنا عن اللغة العربية وتمسكهم بها، وعن الجالية الجبرتية الموجودة هنا، أو المجلس الجبرتي الموجود في مدينة ميلبورن. بعد قليل إن شاء الله سيكون الحديث معهم ومعكم أيها الإخوة المشاهدون. لحظات ونعود إليكم بعد قليل. المشاهدون الكرام، تحية طيبة مباركة، وأرحب بهذه الوجوه الطيبة. أولا معنا الأستاذ أمان طه، رئيس المجلس الإريتري الأسترالي الجبرتي، وكذلك معنا الأستاذ عبد السلام وهو مسؤول الشؤون الاجتماعية. كذلك معنا الأستاذ عبد القادر كبيري، عضو الإدارة، وكذلك معنا الأستاذ عطا الشدي وهو المسؤول المالي. طبعا أنا أرحب بكم أيها الأحباب في أولى لقاءاتنا معكم في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. وأسعد كثيرا والله أنه بهذه الوجوه الطيبة عبركم نحيي أحبابنا وأخواننا وأهلنا داخل الوطن الجريح والأسير وخارجه في مدن الشتات وفي المعسكرات وما إلى ذلك. ونبدأ بأخونا أولا برئيس المجلس أستاذ أمان طه، رئيس المجلس. أهلا ومرحبا بك في قناتك، قناة سلام الإعلامية. شكرا جزيلا الأخ أحمد، أشكرك أنه يعني خليتنا نجي هنا عشان نتونس ونشوف يعني كيف المسار بتوعنا في المجلس اللي عندنا، وكيف أسسناه وإمتى أسسناه. وفي معايا زميلي عبد السلام اللي هو من ضمن المؤسسين القدامى. نعم. ف يكاد يكون هو أحسن مني بالنسبة للمعلومات، لأنه هو كان بيتابع. فأنا كنت في البزنس بتوعي شوية، فهو كان ملتزم بالعضوية جميل. في المجلس. فيا ريت لو هو يتكلم أحسن مني. طيب إن شاء الله نحن أول شيء دايرين منكم تحية وسلام للمشاهد الكريم. فيا ريت بس في إيجاز أستاذ أمان طه، أنت مواليد وين؟ أيوة، كده بإيجاز، وبعدين حنمشي لأخونا عبد السلام. أنا ولدت في كذا برهانو من أبي ومن أبوي وأمي. أبوي أحمد طه وأمي إيمانة حقوس. يا سلام. فولدت. عايشين الوالد والوالدة عايشين؟ لا والله لا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. إن شاء لا الله والله. يرحم أمهات وآباء المسلمين جميعا. إيه. طيب. بدأت دراستي في مدرسة مدبر في أسمرة. مهم. وبعده من مدرسة مدبر رحنا إلى مدرسة إسلامية اللي أسسوها ال ال أحمد بحبيش مع كل المسؤولين، حتى أبونا ورئيسنا عبد القادر كبير نفسه يا هو سلام. كان موجود. وهم اللي أسهموا في الأموال وأسسوها. حتى المقابر بتاع اللي موجود في أسمرة للمسلمين
نعم. ومعه كمان المدرسة الإسلامية. فدرسنا هناك في تعليمي في الوسطى، درسنا 4 سنين. ومن هناك رحت إلى برنس مكونن اللي هو للثانوي. وبعد ما درست هناك 4 سنين كده يكون خلصت الفصل الثاني عشر. وبعد كده نجحت إلى جامعة أديس أبابا. ما شاء الله. أعطونا منحة هناك، وبدأت دراستي هناك في في هندسة الميكانيكية، وتخرجت من هناك في الهندسة الميكانيكية. يا سلام. كان ذلك عام كم أستاذ أمان؟ تخرجت هناك من سنة 1978. ما شاء الله. طيب نتوقف هنا أستاذ أمان. نعم. نرحب كذلك أيها الإخوة المشاهدون بالرئيس الأسبق أخونا عبد السلام. طبعا اليوم ده شوية حيكون يوم جزابرهان يعني. ما شاء الله. المتعدد إليكم من جزابرهان، وأخونا طه كمان طه جزابرهان، وأخونا عبد السلام برضو جزابرهان، وهكذا إن شاء الله. عبد السلام تفضل، أهلا وسهلا ومرحبا بك في هذه القناة. يا هلا، أهلا وسهلا الأخ العزيز أحمد شريف. أولا بارك الله فيك الدعوة هذه اللقاء مع قناة السلام. نعم. قناة السلام، وأنا شرفني أكون معك يا أستاذ أحمد. أنا طبعا اسمي الكامل عبد السلام سعيد علي، من مواليد أكريا. جميل. أكريا مواليد هناك، بس أنا متجول بين الأكريا وجزابرهان وكل إيش اسمه. طبعا كمسلمين نحن لما نبدأ بالقرآن الكريم، نروح لتحفيظ القرآن. احنا كنا عايشين في الأكريا، بس الغريب أنا قرأت القرآن في حاجة ممكن لأول مرة تسمعها، في منطقة موجودة جنب جزمان حبشة أو جزابرهان، هذه اسمها عاد كدحت. قطحة. أيوة. عاد كدحت هذه مهمة جدا. أنا قرأت القرآن هناك، الله يرحمهم الشيخ عبد الحي وبعدين شيخ عيسى. والله أعلم، يعني أنا مش متأكد 100% يا أستاذ أحمد، بس أول مسجد بني في أسمرة مسجد اسمها مسجد الشكتي، موجودة هناك مسجد الشكتي. وهذه عاد قيحة معروفة، هي في مشايخ شيخ عبد السلام اللي كان بيدوا درس في رمضان. لو تشوف الجامع بتاع الأسمرة، الجامع الكبير، لما تخش على يمينك في موقع، هذا كان موقع بتاع شيخ عبد السلام. في الوسط هذا كان شيخ عبد المنان. هذا الشيخ عبد المنان ما شاء الله، هذول كانوا تفسير القرآن كان بيعملوا. وآخر كان الشيخ عمر، الله يرحمهم كلهم. نعم. القيحة هذه مهمة جدا، لأن في الأمين عبد اللطيف، زي ما كنت بقول، هذه عاد قطحة. أيوة. قدحت. هذا ليش ما بعرف ليش قالوا له قدحت، كان بير كان موجود هناك. الناس كانت تجي وانت رايح الناس اللي بيعرفوا جماعة قدحت ممكن أيوة. ان شاء الله يفسروا لنا اكثر التاريخ، بس مهمة جدا. يعني في ناس عظماء كانوا هناك، وقرأنا القرآن هناك. وبعدين المدرسة رحت للمعهد الدين الإسلامية جنب الجامعة هناك. وهناك برضو هذه كانت مهمة. يعني أساتذتنا كانوا موجودين ما شاء الله، بعضهم كانوا بيجوا من القاهرة، الشيخ دمرداش، الشيخ أحمد إلى آخره. نعم. نعم. من هناك طبعا رحنا إيش اسمه إسلاميا. ومن إسلاميا سنتين، بعدين 1975 طلعنا من البلد. ومن هناك عن طريق السودان والسعودية رحت القاهرة عملت الثانوية هناك، وأنا خريج جامعة عين شمس. يا سلام. عين شمس قسم العلوم
وايش اسمه بتاعه كان في الكيمياء. آه كيمياء. نعم. والحمد لله خلصت دراسة هناك وجينا لأستراليا 1989. أنت من الأوائل. من الأوائل، من الدفعة الثالثة أو الدفعة الثانية. نعم، نتوقف هنا أستاذ عبد السلام، حنرجع بارك بعد الله فيك. المجلس. شكرا لك. أستاذ كبيرة، عبد القادر كبيرة، من مواليد مدينة كندع. تفضل سيدنا الكريم وعرف المشاهد بشخصك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكرك كثيرا يا أستاذ أحمد لإتاحة الفرصة هذه. طبعا اسمي عبد القادر صالح كبيرة. بلا افتخار أنا بكون حفيد عبد القادر كبيرة، الشهيد الشيخ عبد القادر زعيم. نعم. محمد صالح كبيرة. طبعا الوالد الله يرحمه صالح عبد القادر كبيرة ابنه الأول، ووالدتي من قندع من بيت صفاف. طبعا من أمها عشان ناس زعماء في قندع في المنطقة دي، معروفة ببيت صفاف، لكن هي من عاد الشيخ محمود من زولة. نعم. لكن مولودة وتربيتها كلها في قندع، وأنا مولود في قندع. من هناك طبعا رحنا لأسمرة. طبعا الأهل كلهم في أسمرة طبعا عشان الابن الأول مولود في بيت جدتي زهراء صفاف الله يرحمهم جميعا إن شاء الله. أوكي. من أسمرة طبعا أول دراستي كانت في الجالية العربية في أسمرة، يمكن درست 2-3 على ما أتذكره. هناك انتقلنا لأديس أبابا. في أديس أبابا طبعا كنا بعيدين من جالتنا الإريتريين والمسلمين، بعيدين من مناطقهم. ودخلت في مدرسة حكومية، إذا ممكن نذكر اسم المدرسة. نعم. داغماي مينيليك سكندري سكول، المدرسة الثانوية، هي أقدم مدرسة في إثيوبيا. من هناك آخر دفعة في أيام هايلة سلاسي، آخر دفعة في الثانوية. هو نزل نحن تخرجنا من الثانوية. من هناك طبعا رحت لليبيا ودرست كلية الزراعة في قسم إنتاج حيواني، وتخرجت سنة 81. هناك طبعا زي الناس اللي جانا لأستراليا. نعم. جيتنا من 91 والحمد لله موجودين في أستراليا. نعم، وأنت معلم. ما شاء الله. هنا في أستراليا طبعا قاعد أشتغل كمدرس في مدرسة إسلامية، مدرسة كلية التقوى الإسلامية إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك الأستاذ عبد القادر صالح كبيرة، ونترحم على الزعيم الشهيد عبد القادر كبيرة رحمة الله عليه وعلى كل شهداء المسيرة. نجي لأخونا أصغر واحد فيكم طبعا، أخونا الشاب عطا شدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عطا. جزاك الله خير أحمد. أستاذ أحمد، أعرف اسمي عطا محمد خيار شدي، من مواليد قزا برهانو جنب سامعني؟ سامعك ما شاء الله. اليوم قزا برهانو مسجد إمام موسى، تعرفها طبعا. مسجد إمام موسى جنبها ما شاء الله. يعني عشنا لغاية تقريبا 73 نقلنا للأخرية ماديشتو. من ماديشتو ل سمينا وعداق حموس، أعتقد جنب مسجد خالد بن وليد. ممكن. أيوة نعم. اقرأ حزحاز بيسموها. صح. قعدنا هناك تقريبا، كنت بدرس في أستاذ عبد القادر قزا برهانو لغاية جريد 5. بعدين نقلنا لإسلاميا تقريبا جريد 6 و 7 لغاية 89. من 89 طبعا كأي واحد هاجرنا للسودان، من السودان رحنا السعودية، من السعودية للقاهرة. القاهرة خلصت تولف، من القاهرة رحت للسويد، من السويد قعدنا تقريبا 8 سنين، قعدت 8 سنين. بعدين نقلنا أستراليا. يعني ما شاء الله أستراليا أكثر من 25 سنة يعني كانوا مولودين.
شاء الله ربنا يكتب لنا العودة كلنا كده، آمين، نرجع جزاك إلى الله خير. برهان ونرجع إلى الإبداع ونرجع إلى آخره إن شاء الله. آمين، وأنا جزاك عارف الله. إنه الأمسية دي أمسية جزابرانية إن شاء الله. طيب عزيزي المشاهد، هذه هي اللغة العربية التي دائما نحن نتحدث عنها ونقول إن اللغة العربية في إريتريا هي لغة أصيلة في هذا المجتمع. هؤلاء الناس ولدوا في جزابرهانو، وأنا شخصيا ولدت في جزابرهانو، وحتى المولود أخونا كبير في جندع لكن نشأ في أخريا. ليس أصلا ما في صعوبة لأي واحد إريتري، خاصة إذا كان مسلم وحتى من غير المسلمين. هذه اللغة حوربت في الزمن الأخير، وإلا هي لغة عادية جدا جدا وجزء لا يتجزأ من تاريخنا وديننا كمان ومستقبلنا، ما في شك يعني. وأنا سعيد جدا بهذه الوجوه الطيبة المباركة، وأعتز ودائما أفتخر وأقول طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف يعني. وحتى كلمة قومية والحاجات دي في الدين الإسلامي ما موجودة. ربنا حسب قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخر الآية. والإنسان الجبرتي هو معروف بهذه القيم وهذه السمات الإسلامية. تقول جبرتي معناه مسلم، وهو يعمل على تقوى الله ويتمسك بدينه ويتمسك بعاداته وتقاليده، وأولها هذه اللغة التي نتحدث بها. كان يوم جميل ويوم حافل يعني حقيقة شاركوا فيه، وكان هذا اليوم هو في 2 يناير الشهر الفائت في هذا العام الجديد. كان فيه حضور جميل والله، أكثر من أي حضور سياسي. نحن كإعلاميين نتابع هذه المشاهد، حضور أسري بمعنى الكلمة، فيه الأطفال وفيه النساء والأمهات والأخوات والرجال من مختلف الأعمار، ودار حوار الأجيال في ذلك اليوم الطيب، اليوم الكريم يعني. فأستاذ الرئيس المجلس أخونا أستاذ أمان طه، قلت الخلفية التاريخية للمجلس وتكوينه كمجموعة قبيلة جبرتية. يحدثنا عنك كده أخونا أستاذ عبد السلام سعيد علي كرئيس سابق للمجلس. تفضل أستاذ عبد السلام في إجازة يعني. بارك الله فيك أستاذ أحمد. طبعا الخلفيات مهمة جدا لبني آدم. الخلفيات تاعنا نحن دلوقتي، ليش أنا سميت عاد كيحت تربينا هنا في جزابرهان وفي إيش، كل القبائل مع بعض، المسلمين حتى المسيحيين مع بعض. وأنا كنت نشيد في بالذات في الرياضيات. في الرياضة كان عندنا، أنا كنت لعيب في إثيوبيان فيدريشن. إثيوبيان فيدريشن كان عندنا اسمها جانتا باركا، وهذه مسمى جانتا باركا كان علاقة بين الأسمرة وباركا، بين أكريا وباركا. كنا دخلنا في المرحلة الأولى في لولا الحرب 75 كنا يعني وصلنا لإيش اسمه. هذه الخلفيات هذه البني آدم تساعده يعني. زي ما قلت أستاذ شريف، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو التقوى. نحن في أستراليا الهجرة هذه صعب جدا. الهجرة هذه ممكن تضيع واحد عاداتك وتقاليدك وكل حاجة. وبعدين حتى الحكومة الأسترالية بتشجعك عشان تعمل الجالية بتاعك تكون نشيد. نحن أسسنا هذه إيش اسمه الجمعية بتاعتنا سنة 2000. الهدف بتاعه كان عندنا الهدف قريب وهدف البعيد من البعيد. حددنا أهم حاجة كان كيف نحن عاداتنا وتقاليدنا، وبعدين نساعد بعض في أفراحنا، في المناسبات، في الأحزان، في كل حاجة. والحمد لله رب العالمين أسسناها سنة 2000. كان إيش اسمها إريتريان جبرتي أسوسيشن إن فيكتوريا، كانت أسوسيشن. بعدين لما كبرنا رحنا للإيش اسمه الكانسل اللي هو بسميها بايتو، عشان ممكن أنوع بين التجرينيا والإيش اسمه. نحن دائما في التجرينيا في الجبرتا نتكلم العربي بين العربي والتجرينيا عادي. نعم ممكن أدخل شوية تجرينيا. ولا يهم. نمنتاينا زي ما حبر إتي بحلنان لمدنان كي تفق كاب كل خاني
نحن كم دك جبرتي خم إسلام دائما أبوتاتنا كله أبتخون أبوتات مسجد قبرو ترتيب الله قريلو أبت ترتيب كله قبرو انتهي شجر الله نايتي حبر السب قد دايري نايتو قني جبرتي تقري عصاور ثابني وأبوتاتنا كل يوم نحافظ نحن الحمد لله رب العالمين زين من تاينا دكنا كي توفوا دبل كالتشح تاش مجرنا وبعدين غيرنا الاسم للكونسل اللي هو البيت عشان ايش؟ عشان نشمل كل حاجه، عشان نشمل كل حاجه. والحمد لله احنا نجحنا. عندنا ايش اسمه؟ افطار رمضان، اعياد، مناسبات، حفله تخرج لاطفالنا. يا سلام. هذا هو ايش بنعمل. لكن اهم حاجه من ده قلنا في الكالتشرال جاب اللي موجود، لازم اخواننا الثانيين، اخواننا المسلمين من القبائل الثانيه، عشان نحن تجمعنا اول حاجه كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، وتجمعنا نحن كلنا إريتريين موجودين في استراليا. لازم يكونوا موجودين معنا في الافراح، في المناسبات هذه. زي ما تقول استاذ احمد شريف، كنت تشرفنا في افطار رمضان في المناسبات اللي ايش اسمه. اخر مره اللي عملناها هذه، عملناها اخر مره تاع ايش اسمه، كانت داي اوف جبرتي او فاميلي داي. زي ما شفتها كان حضور من الشباب، من اخواتنا، من اخواتنا. شكرا لك استاذ عبد السلام. سعيد علي، انا اقول انه مع الاسف الشديد على المقاطعه نمشي، لانه اخونا امان طه قدم كلمه، وحضرتك برضو قدمت كلمه في اليوم الاخير اللي كان موجود. فكده نمشي لاخونا امان طه. ما هي الرساله التي حاولتها تبثها من خلال الكلمه؟ وكانت كلمه ضافيه جدا، وانا اشكرك اخ عبد السلام على ما تفضلت به. تفضل استاذ امان. المناسبة كانت يوم الجبرتة، فكل الأهل، الأولاد والنسوان والآباء وكل الشباب كانوا موجودين. ففي الحالة هذه أنا كل شيء اللي كنت عاوز أقوله أو اللي قلت له، إن هو هدفنا هو كيف نربي أولادنا في الدراسة عشان يكونوا كفؤ، أو إذا مسكوا في الدراسة كويس وعندهم يعني نجاح كبير، فهم هذه اللي يقدر يساعدهم عشان يدخلوا في ال في ال في ال عشان يكونوا يشتغلوا في المجال بتاعهم. نعم. كده ممكن يعني يكونوا هم داخلين في الايكونومي انتجريشن يعني. فهذا الانتجريشن هذا اهم شيء، ان كانوا بنات ولا اولاد. هذول هم الشباب، هم الجيل اللي لازم نهتم فيهم يعني. والشيء الثاني اللي بنعمله عشان هم كمان ما ينسوا انه العادات بتوعهم، التقاليد بتوعهم، ما ينسوا دينهم. وبعدين كمان لازم يتعلموا اللغة العربية. اللغة العربية هذه الأساس، لأنه بيربطنا زي ما قلت إنه الدين بيربطنا. إنما المؤمنون أخوة. فحاجات زي هذه لازم يعرفوها من طفولتهم. فهذا هو. والثاني بالنسبة للبنات، إنه يعني الدين الإسلامي هو دين التعليم. يعني أول سورة نزلت، أول كلمة نزلت هي اقرأ. هذا شيء يعني تفتخر فيه، مش زي ما بيعملوه الآن في أفغانستان، إن نسوانهم ما يتعلموا. فهذا خطأ. فالعلم هو كل شيء. نعم. العلم هو كل شيء، لأنه إذا أنت فاهم ما يقدر يغشوك، بس إذا ما أنت فاهم خلاص أنت راحت عليك. هذا بالنسبة لهذه. وبالنسبة يعني إحنا لازم نكون هنا يعني يكون عندنا ترابط، لازم نساعد بعض.
فلو ما ساعدنا بعد، كل واحد راح في طريقه، ما يكون سليم. لأنه أولادنا لو ما عرفناهم بإخوانهم من الجبرتة، معنى كده حيضيعوا. إذا ضاعوا خلاص، يعني كل شيء كمان هذا راح. ممكن نعم. واحد يروح مع واحدة نصرانية أو واحدة من الجنس الأبيض، فهذا ما حيكون كويس. هذا حيخلط الأوراق. لكن احنا هنا عندنا فرصة في أستراليا نكون نحتفظ بعاداتنا. عاداتنا هذا مهمة جدا. نعم، بارك الله فيك سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأستاذ أمان طه، حنرجع لك إن شاء الله مرة ثانية، وإن شاء الله ممكن يكون الحديث برضو ينداح لأكثر من حلقة. نجي للأستاذ الأستاذ عبد القادر صالح كبيرة. باعتبارك أستاذ تدرس في المدرسة الإسلامية الإسلامية كولج هنا في ميلبورن، برضو أحب أنه أشير على أنه في الإفطار الجماعي اللي بيعمله المجلس الإريتري الأسترالي الجبرتي في الإفطار الرمضاني، تجمع تبرعات من المدعوين للإفطار، وهذه المساعدات والأموال بتذهب إلى، كما عرفت، إلى أهلنا المحتاجين، سواء كان في السودان، في إثيوبيا، ما أعرف في إريتريا إلى أي مدى. هذه برضو لفتة جيدة ولفتة مهمة جدا، وإن شاء الله برضو تحدثونا عن المشاريع الخيرية اللي بتنشطوا فيها. نرجع لأستاذنا كبيرة. أستاذ كبيرة، باعتبارك مدرس أول كده، تمسك الجالية الإريترية بشكل عام وأهلنا الجبرتة بهذه اللغة العربية، بتراها كيف باعتبارك معلم، وبرضو في نفس الوقت مدرستكم بتنشر هذه اللغة بكل قيمها الشريفة والنبيلة كيف؟ شكرا أستاذ أحمد. أنا طبعا كلية التقوى درس طبعا كمدرسة إسلامية عندنا 3 مواد متعلقة بالإسلام. ندرس القرآن يومين، مش يومين، حصتين في الأسبوع، ولغة عربية حصتين في الأسبوع، ودراسات إسلامية مرة في الأسبوع. يعني لغاية مرحلة السادسة لازم يكون حافظ جزء عامة. طبعا معظم الأولاد يمكن نقدر نقول لك 95% مواليد أستراليا اللغة الأم أصبحت إنجليزي بالنسبة لهم، فبندرسهم على حسب تشجيعهم في البيت ونشاطاتهم. ما شاء الله. اللي بيحفظ آيتين 3 في الأسبوع، اللي بيحفظ نص السورة المقرر. وفي أولادنا الحمد لله الإريتريين والصومال في تشجيع كبير من الأهالي ومن المجتمع من جاليتهم. عندنا طبعا في الجالية الإريترية في مدرسة أسبوعية نهاية أسبوع نقول له ساندي سكول، أيوة. بيساعدوهم في التحفيز، فما عندهم مشكلة في القرآن. حتى في اللغة العربية متفوقين في المدرسة. ما شاء الله. الجاليات الثانية مثل باكستان والهنود بيتعبوا في اللغة العربية، لكن في القرآن ما شاء الله معظمهم كويسين. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ونحيي أسرة كبيرة. الله يبارك فيك. يعني الرجل الذي كان يدعو إلى العلم وإلى المعرفة، يعني شهيد كبيرة، كل خطاباته اللي قدمها رحمة الله عليه، حتى في المظاهرة الكبرى التي كانت في أسمرة، يعني في كل خطاباته كان يركز على الحرية وعلى التعليم، بالذات تعليم الفتيات، تعليم الشباب. نعم، ورحمة الله عليه. الصورة التي خلف أخونا عبد السلام، هذه صورة واحدة من الحضور، وكان حضور جيد. طبعا كما قلت أستاذ عبد السلام والسيد الرئيس، إنه دائما الاجتماعات بتاعت المجلس الإريتري الأسترالي الجبرتي ليس قاصرا على أبناء الجبرتة، حيث كل القوميات وكل القبائل موجودة في هذا المجلس، ونحييهم أولئك الذين حضروا. أستاذ أمان طه، سيد الرئيس، لغة البيت شنو؟
والله لغة البيت هي أساسا تجرية. مم. بس أولادي كنت باخذهم وهم صغار، كنت باخذهم في نهاية الأسبوع إلى مدرسة بريستون. كان واحد اسمه أستاذ رضا، هو سوري، فكان بيدرسهم القرآن. مهم. بعد ما خلصوا في اللي اسمه في القرآن معاه، بعدين دخلوا واحد منهم راح ايش اسمها هذه الجامعة، لاتروب مهم. لاتروب يوني. فلقى معاهم يعني يعني عمل أصحاب معاهم مع سعوديين وكويتيين وخليجيين. فبدأ يتكلم هو بنفسه، يعني الابن الكبير. ما شاء الله. وابن الثاني كمان كان بيدرس في RMIT. فأول ما دخل في RMIT صار إمام بتوعهم يعني. وكل صلاة الجمعة لما يجي في حد من يخطب ما شاء الله. ف يعني كلهم كانوا بيجتهدوا، بس الآن بيعرفوا يتكلموا اللغة العربية. ممتاز، ما شاء الله. ما شاء آه، الله. ما شاء الله تبارك الله. عبد السلام، اللغة العربية في البيت كيف؟ اللغة العربية في البيت طبعا هم أولادي كلهم راحوا المدرسة القرآنية. ناس شيخ سلاح الجالية، والله كانوا ما كانوا بيدرسوهم، يعني الحمد لله كلهم قرأوا القرآن. بس اللغة التقنية والإيش اسمه عرب شوية ملخبط، يعني لغة جبرتية، لغة جبرتية. أنا اللي بتعجبني في حاجة يا أستاذ أحمد، نعم. أولادنا لما يكلموا مع بعض، طبعا لما يكلموا أصحابهم إريتريين يتكلموا بالإنجليزي. جميل. لما يقولوا لي are you sure they never say are you sure, say والله، say والله. في ايش هذه والله مهمة جدا، نعم. مهمة جدا، لأنهم ايش مع الدين بتاعهم ايش اسمه. أنا دلوقتي لما دايما بقول شيخ أستاذ أمان، لما نصلي المغرب والعشاء في البيت أحيانا، والله الإمام يكون أكرم ابني ما شاء الله، حافظ شوية، لما يقرأ قال الحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. الحمد لله. التمسك بالقرآن الكريم هو مفتاح اللغة ذاته أصلا. تعالوا exactly. اللغة العربية أنت تنظر لها كيف؟ والله اللغة العربية مهمة جدا يا أستاذ أحمد. حتى لو رحنا للدين عشان واحد يفهم القرآن، لو تعرف عربي، أحيانا لما نكون في المسجد أنا والله أشوف ناس من أفغانستان أو الثاني ما بيفهم عربي، وأنت تفهم عربي، الخطبة لما تسمع مهمة جدا اللغة العربية. والله حتى لو رحنا في الكالتشر بتاعنا، نروح في بلدنا، الحمد لله كانوا أبوينا حتى ايش اسمه اللغة العربية ما كانوا يكتبوا، كانوا بيكتبوا بلغة عربية. حتى لما يقولوا 4 كيلو يعملوها بالعربية ألف ومش عارف ايه. اللغة العربية كانت يعني مهمة جدا في إريتريا. حتى في إريتريا في تاريخنا حاجة مهمة جدا. يا ريت بصراحة أنا بنصح كل الشباب اللي موجودين، الفرصة هذه لازم يتعلموا عربي، لازم يتعلموا عربي. نحن كنا محظوظين، رحنا لمصر، وأسهل حاجة عشان نتعلم لغة عربية كانت في مصر، لأن يعني المصريين كانوا مفتحين، وبعدين يرحبوك يشجعوك. ويا ريت نحن لغتنا لازم تكون لغة ثانية، لغة عربية مهمة جدا في بيوتنا، نعلم أولادنا، ضروري جدا هذه. نعم. السيد الرئيس أستاذ أمان طه، نعم. حدثنا نظرتنا للغة العربية. في واحدين يفتكروا إنه بس عشان حاربت المجموعة الحاكمة في البلد ونحن بس عناد مننا كده قاعد نتمسك باللغة وعشان نقول إنه كده بتاع. فلكن برضو اللغة العربية لمن يفهم التاريخ الإريتري، لمن عاش في إريتريا، جزء لا يتجزأ من هنا، من كيان وثقافة وكينونة هذه الدولة وهذا الشعب. ونحن حقيقة والله لما دخلنا أسمرة 91 كل من وجدناه، حتى من بدون بغض النظر عن دينه، سواء كان مسلم أو مسيحي،
أي واحد تجاوز 60 بيقول لك اتكلم عربي. اسمك مين؟ يقول لك قبر خرستوس. اتعلمت اللغة دي كيف؟ نقول له نحن كان عندنا فهم انه اللغة دي بس حقنا نحن كمسلمين يعني. يقول لك احنا درسنا في البلد دي باللغة العربية، ما درسنا بعدين جات شوية محرينيا، وجات شوية تقرينيا، وبعدين خلاص بتاع. فبل في واحدين استغربوا كمان حتى من الإخوة المسيحيين، يقول لك كيف الجيل ده ما يتكلم لغة عربية؟ هذه اللغة دي لغتنا يعني. فأستاذ أمان كده ناخذ منك شهادة إنه أنت نظرتك للغة العربية من ياتو زوايا بتشوفها يعني. والله أنا جاي من أسرة يعني عربية. لا مش من اللغة العربية. جدي الحاج طه هو كان مطوف في مكة. الله يا أخي. فهذا بالنسبة في عائلتنا يعني ما فيش حد يعني ما بيحترم ال القرآن. يعني بقول لك شوف حتى الآن إذا شفت اللغة الإنجليزية لما كان بيكتب شكسبير، تعال الآن اسألهم البريطانيين ما يقدروا يفهموا اللغة اللي كان بيكتبها. صح. فاللغة العربية جت من 1400 سنة ولحد الآن هي نزلت القرآن، يعني القرآن الكريم نزل يعني لما كان في اللغة العربية في جولدن ايج، يعني العصر الذهبي. نعم. نعم. الزمن الذهبي. بس لما جاء القرآن فشلوا كلهم، ما في حد يعني يوصل حتى يومنا هذا ما في حد يوصل إلى الدرجة بتاع لغة القرآن. هذا يعني يديك دليل. بعدين كمان مش كده، اللغة العربية نفسها هي ممكن تأكل اللغة الإنجليزية 6 مرات. 6 مرات. فهذه يعني هي لغة من حيث غناها. نعم. ف يعني ما فيش حد يوصل إلى اللغة العربية. بعدين هذا لغة الجنة. ف بارك الله فيك. نعم. نعم. حتى عن الثقافة الإنجليزية الآن يعني لينغوا فرانكا انترناشونال لانجويج يعني. بس يعني شوف زي ما قلت لك يعني حتى بتاع شكسبير هذا هو كان يعني ثقافته كانت أحسن ثقافة بالنسبة أشعر شعراء. نعم. أشعر شعراء عصره. نعم. أيوه. بس ما في يوصل إلى درجة بتاع القرآن. ما في شك. هذه يعني معجزة نفسها، هي معجزة نفسها لغة يعني كتاب واحد هذا معجزة. لحد الآن في حاجات كثيرة في القرآن ما حد عارفين فيها. نعم. نعم. فهذه بارك الله فيك. تكون مقدسة يعني. نعم. نعم. هذا بالنسبة لنا يعني. أنا في فأنت تنظر للغة العربية من هذه الزوايا. بارك الله فيك السيد الرئيس. ومشاهدينا الكرام، نحن قربنا نكمل هذه الحلقة، وحتكون الجزء الأول، لكن حيكون الحديث منساب ومتواصل مع الجالية أو المجلس الإريتري الأسترالي الجبرتي في مدينة ميلبورن. شيخ عبد السلام، الصورة الخاتية خلفك دي هذه إيش هي كده؟ حدثنا عنها. هذه مسجد شكتي. مسجد الشكتي. هذه زي ما قلت لك في عد قطعة. أول مسجد بيقولوا موجودة في أسمرة البنوها. يا سلام. وهي قريبة من جرحي. جرحي غريبة. بعدها تنزل في إمام موسى، مسجد إمام موسى. نعم. نعم. هذه المسجد كانوا عايزون يلقوها، يعملوا أوضة واحدة كانت. يقول لك والله أنا سمعت من الجماعة يقول حتى المسيحيين اللي موجودين هناك إخواننا، هذه المسجد هذه فيها تاريخ، المفروض ما تبنوها. عملوها إيش؟ ما وسعوها، بس عملوها رينوفيشن، عملوها إيش يعني مهمة جدا. ما بعرف كيف جاءت. عايزين الناس يكلمونا شكتي هي مدينة عن طريق المندفرة. أيوة. شكتي. بتهيألي في الله يرحمه نقاش آدم
محمد برهان آدم، هذول كانوا تجار في عرقاخلي. ممكن أيوة رحمة الله عليه الشهيد. نعم هم اللي بنوها. الشيخ عبد الحي اللي كان في المدرسة اللي كنا متربين، الأمين عبد اللطيف ذاته الله يرحمه كان هناك بالقرآن، تخرج من الشيخ عبد الحي. ممكن الشيخ عبد الحي ذاتهم هم من سكتي، أيوة يكون هم اللي بنوها، الله أعلم. بس يمكن هذه مهمة جدا عليهم تم تسمية المسجد. المسجد ممكن يكون، الله أعلم، مهمة جدا. يعني نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعنا لهذه المنطقة، أن نصلي فيها إن شاء الله في هذا المسجد. وحقيقة عزيزي المشاهد، إن المساجد في أسمرة تحديدا بأسماء الخلفاء الراشدين. تسمع مسجد علي بن أبي طالب في جزبة طليان، ومسجد عمر بن الخطاب في مادشتو، ومسجد عثمان بن عفان في أخريا أعتقد، ومسجد أبو بكر الصديق في أخريا، وبعدين مسجد الخلفاء الراشدين. يعني وما يميز هذه المساجد في إريتريا تحديدا، والله أنا يعني لم أجد ناس مسلمين يوقروا المساجد وبيوت الله زي الإريتريين. والله هذه ليست مبالغة. الناس يكادون لا يتحدثون إلا همسة. واحد لو لقى أبوه في المسجد أو لقى أخوه من سنين ما شافه، من بعيد كده بس حمام صلاة، يقول لك بعد الصلاة ما في إلا ساجد عابد قارئ وذاكر ويسبح ويكبر. قارناه بالمساجد التي زرناها سودان إلى حد ما، أما أمشي شوية كده بتاع كوراك وصراخ، واحد تقول له يا أخي اتق الله شوية، يقول لك في إيه يا عم، في إيه يعني، إيه ما نتكلم يعني. فدي والله حاجة ملفتة كده. أخونا سيد الرئيس أمان طه، ايوه حدثنا كده عن هذا المسجد، مسجد الخلفاء الراشدين. هل استمعت إلى، طبعا زي عبد السلام قال إنه شيخ دمرداش رحمة الله عليه الشيخ العالم المصري كان له وعظ كبير في هذا المسجد. ايوه. أمان كده ذكرياتك عن مسجد الخلفاء شو؟ والله كان عندنا زي ما قال واحد من الأخوان الموجودين هنا، الشيخ عبد السلام. الشيخ عبد السلام عبد السلام هو اللي قال كمان كده. من الطرف اليمين كان كل رمضان شيخ عبد السلام، فكان يعني بيفسر لنا القرآن. يا هذا الجناح. نعم. كان لما كان بيتكلم هو بيقرأها باللغة العربية، بس يعني اللغة العربية في ديك الأيام ما كنا بنفهم فيها، بس إيش هو كنا بنقرأ القرآن. فلما يفسرها كان بيفسر لنا بالتقرينيا. فإذا قال إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت دخلت الجنة. فخلاص هذا المطلوب، وتصوم وتصلي وكل اسمه 5 صلوات بتوعك وتحج وتزكي. فهذه إذا عملت كده خلاص دخلت الجنة، ما في رمضان. نعم سؤال. ومن الطرف الثاني كان شيخ عمر. شيخ عمر هذا كان يعني كونسرفاتيف، يعني محافظ يعني. كانوا بيتعلموا، كان عنده شلة يعني شلة من الأبوات. كان بيعلمهم الدين. وكان كمان مفتي إبراهيم المختار أيوه الله عليه. هذا كمان يعني كان يعني عمره أصله يعني الشخص الوحيد اللي لما كان بيسلم الملك هايلا سلاسي ما كان حتى كان بيسلمه بيده كده. نعم. كلهم كانوا بيركعوا. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم. فهذا يعني هذا شيء بشرف، يعني إن لما تشوفوا يعني في حاجات تانية كمان يعني. بعدين لما يكون رمضان كنا نتلم هناك في دواحي بتاع الجامعة بتاع المسجد يعني. فكنا بنلعب مع الإخوان، فكان عندنا يعني فرتمري وحاجات كنا بنلعب هناك. وفي أيام مولد النبي كمان كانوا بيعملوا داس يعني. كان كل الزعماء واللي كانوا بيقودوا الجبرتة وكل
من كل النواحي يعني. كانوا بيتلموا هناك ويحتفلوا بمولد النبي. يا سلام. طب وكانت الله. نعم. فهذه ذكريات هذه ما ذكريات عطرة يعني، والذكريات العطرة دي الملونة بريحة الإيمان والتقوى. ما أجملها وهي غايرة في النفس يعني. أنا بدأت القرآن مع الشيخ طعوم. يا سلام يا الشيخ سلام. طعوم، بس لأنه كانت في نفس المكان، بيتنا كان معاه. أيوة، كان رجل شديد مش كده؟ حيث يعني خالص. رجل كان شديد المراس يعني. بس كان بيضربوا أيوة شديد يعني. جديد. كان شديد، أيوه. بس يعني القرآن بتوعه مزبوط. هذا ب... لما رحت كنت بشتغل في السعودية، فصدفة كده لقيته في السوق. شيخ طعوم ذاته شفته عمل ذاته بنفسه في الثمانينات. بعد في الثمانينات. أيوه الثمانينات أيوة. الثمانينات. فأول ما شفتها، أبو شغنة كيف الحال، كيف حالكم؟ فبعدين سلمت عليه ووديته، خلاص يا تعال نشرب قهوة. فتونسنا شوية معاه، وهذه كانت آخر مرة لقيته. والله هذه سعادة ما بعدها سعادة. آه، عبد ف- السلام أخونا، قريت في شيخ طعوم؟ لا والله أنا شيخ عبد الحي. شيخ عبد الحي أنت قلت زي ما ذكرت. حي زي ما قلت لك. عاد عاد خطحت. أيوة. عاد هناك أنا كنت هناك مع جماعتنا هناك، مع أنه كان مشوار بصراحة من أكريال هناك، نعم نعم. لكن كلهم أخواتي غروا هناك ورانا هناك والله. المسجد بتاع قطحت زي ما حكاه لي أستاذنا الأمين عبد اللطيف رحمة الله عليه. يعني نحن مرة وثقنا له في برنامج تلفزيوني، فزرنا الخلوة اللي هي في شرح ذاته فوق، في حتة كده تبع عالي. علي أيوة. قال لي أنا قريت القرآن بديت هنا، قال لي ختمت القرآن هنا مع الشيخ نفس اللي قاعد تقوله. وقعدنا وسجلنا منه صورة كده في التلفزيون موجود، يعني إنه المكان اللي قرأ فيها الخلوة وبعدين نزلنا بيوتهم في جنب ناس عمنا أحمد الدين الله يرحمه، وأخوه محمد علي، وبرضه كان أيوة. بيوت خالتنا جنبه يعني. فالمنطقة دي هي منطقة كلها كانت يشع فيها الإيمان والقرآن وكذا يعني. فنحن إيش رأيكم ناخذ كلمة كلمتين من كل واحد فيكم؟ أستاذ كبيرة، ايوه تفضل. ودع المشاهدين، رأيك شنو في هذا البرنامج كونه في شبكة سلام، نلتقي بكم ونتحدث عن اللغة العربية والقرآن الكريم وعن المجلس الإريتري الأسترالي الجبرتي. والله جزاك الله خير استاذ احمد، اتاحت الفرصه اللي اعطيتنا اياها. طبعا حاولنا نتكلم عن المجلس بتاعنا والنشاطات والذكريات طبعا بتاع اريتريا، بتاع لغتنا والعادات والمساجد المختلفة في أسمرة. طبعا زي ما قلت تربيت في أديس أبابا، الذكريات اللي قاعدين نحكوها يعني كأنها جديدة بالنسبة لي أنا. لكن اللغة العربية طبعا يعني فرد، كأنه يعني استغفر الله، يعني ما بقول فرد لكن كل مسلم لازم يتعلم عربي عشان يفهم القرآن، عشان يفهم الأحاديث. يعني بصفة مهمة جدا جدا جدا. طبعا لا صلاة بغير القرآن الكريم، ولا قرآن بغير اللغة العربية. فأنت وطالما والإنسان إنما العربية لسان، على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل من تحدث العربية فهو عربي. أي مسلم هو عربي، إن شاء الله يبقى باكستاني ولا يبقى هندي ولا يبقى جرمني، طالما هو مسلم ويتحدث باللغة العربية يقرأها في اليوم ويفصح لسانه بالقرآن الكريم فهو عربي بالحديث يعني. ولذلك تعلمه هو فرض. أنت ما غلطان أستاذنا، لأنه لا يمكن أن تصلي بمعاني القرآن الكريم وتترجم وهكذا، لا، أنت لابد أن تقول الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآية كما أنتم تعرفون أكثر مني. أستاذنا طه عطى شدي، رأيك شنو في أنه نتحاور ونتناقش ونتحدث عن شيء؟ وأفتح لنا المايك معك مشكورا، تفضل. والله جزاك الله خير. الذكريات ما شاء الله يعني قبل تقريبا 45 سنة ما طلعنا، يعني ذكريات ذكرتها ما شاء الله، بالذات باللغة العربية. والله أنا أتذكر وأنا في أسمرة
طبعا في أسمرة كان بيخطبوا يوم الجمعة بالعربي، نعم. نفسي أفهم يعني سبحان الله قبل ما نطلع، يعني ما كنا بنفهم طبعا. والله ما شاء الله أول ما دخلت مصري الحمد لله فهمت، يعني يا ربنا سبحانه وتعالى يعني للدرجة دي اللغة العربية كنا يعني ما شاء الله يعني. لكن لو لم يكن عندك أساس ما كنت حتفهم اللغة العربية في مصر. أتفكر كده عندك الأساس، أيوة، لا عندك الأساس بالمناسبة. القرآن، بس القرآن كنت طبعا هو ختمنا القرآن ورددنا. هو هم اللغات ذاته، هم أي اللغة العربية ذاته هو أي هو الأساس يعني. أحسن ولذلك حتى لو أنت لأنه ما كنت تتحدث بها وإلا، يعني طالما أنت فصحت لسانك وأنت طفل استمعت للقرآن الكريم للغة العربية زي ما قلت، يعني الخطب كلها كانت باللغة العربية. باللغة العربية صح. لذلك يعني كل من كان يدخل البلاد العربية من المسلمين ما كان عنده أي مشكلة. من إريتريا بشكل عام يقول لك هذه اللغة أنا كانت موجودة معي بس ما كنت تستخدمها لأنه الشارع. اكزاكتلي سيد الرئيس حنختم بك في الأخير. أستاذ عبد السلام، قل لنا كلمتين عن البرنامج ده و... والبرنامج ده بالمناسبة هو مشاهد ومستمع، يعني مشاهد في التلفزيون داخل إريتريا ومسموع كمان عبر الإذاعة. بارك الله فيك أستاذ أحمد، فرصة سعيدة جدا صراحة. حبيبي أحمد، قناة السلام، تحياتي لكلهم. تحياتنا لشيخنا كمان برهان. طبعا انتوا أسرة يعني. برهان يعني أنا أبوي برهان، يعني الله يرحمه نوريا والدته. لك حدثاتنا حالينا بنا ما شاء الله، بارك الله فيك، أنا فخور فيهم نعم. برهان. وأنا سعيد والله، أنا مع أولئك الرفقة الميمونة والرفقة المؤمنة. الحمد لله. نحن طبعا أنا لما أنا معاهم يعني. الحمد لله مع بعض. نحن أسرة، عائلتنا اسمها عائلة جوجو، معروفة عائلة جوجو في برهان. عارف عندما محرش هذا محرشة، أيوة، متنا هذا كله، هذا منطقتنا كان يعني. والحمد لله رب العالمين، هذا لقاء جميل جدا. أنا بس كلمة عجبتني، رحت من هنا سنة 72 أول حرية. أيوة. كان واحد مناضل صاحبي 92 ولا 93 أنا ما أفتكر، معاه واحد أخونا مسيحي، راحوا للمدرسة كان بيروح. وأنا قال له أبي لا أدري من علاقة شخص نو أنا تمرت لها أنا أنت تمرت عرب أوه إذا عرب زي أدليتها لكن كن مهارة لنا. شوف كانوا مهتمين اللغة العربية جدا. صح. الحمد لله. ونحن أولى في اللغة العربية، أولادنا لازم نعلمهم صراحة. وبعدين ما نخجل يا أخي، هذه لغتنا لازم نتعلم فيها، لازم جدا يا أخي كيف. وبارك الله فيك أستاذ أحمد. إن شاء الله المقابلة حيكون مش الأول وأخير، إن شاء الله حيكون عندنا إن مقابلة شاء الله ستنجح بإذن الله. أي نشاط نحن ما حنسيبكم إن شاء الله بإذن الله. السيد الرئيس أمان طه تفضل. أهلا وسهلا. والله أود أن أشكرك يعني شكرا للقاء هذه، ولأستاذنا كمان برهان في تركيا، هذا المعلم الكبير. وإن شاء الله يعني مستقبلا نعيد اللقاء هذا. أبشر إن شاء الله، إن شاء الله مرتين أو ثلاثة. أبشر والله. اللغة العربية ما فيش زي اللغة العربية. أبشروا يعني نحن رهن إشارتكم، وبرضو أنتم ما حتقصروا معنا كل ما طلبناكم، أنا متأكد يعني. وأنا شرفت بكم والله بأمانة يعني. شكرا بارك جزيلا. الله فيك. وعلى ذكر عندما حرشة وعندما تنا سيد عبد السلام، يعني نحن بيتنا ذاته كان في عمنا متنا الله يرحمه، يعني متنا كان مؤجر مننا يعني رحمة الله عليه. ومتنا كان أصلا هي الاسم هي مثنى، بس الناس طبعا باللغة كده متنا قالوا له، لكن أصله هو مثنى، هو يمني، وزوجته كانت إريترية من قبيلة الساو، سعادة رحمة الله عليها. وتلك البيوت كانت بيوتنا، ولكن طبعا يعني يبدل الله من حال إلى حال يعني. فلهم الرحمة جميعا وللوالد وكل المسلمين والمؤمنين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. إن شاء الله أنا أتمنى، إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم على هذا اللقاء خير الجزاء وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله.
ونتمنى للمجلس الإريتري الأسترالي الجبرتي كل تقدم وازدهار، ونحن معكم إن شاء الله. وكما بدأنا الحديث بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. نختم بذلك. هذا البرنامج من قناة سلام يأتيكم أسبوعيا من إعداد وتقديم محدثكم أحمد شريف. تحياتي لكم وتحيات جماعتنا في الإخراج والإشراف الفني وهذه الكوكبة النيرة، تقبلوا منها كل التحايا العاطرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.